السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اليوم جبت لكم بان بريوش الضفيرة. إليكم المقادير. نبدأ على بركة الله. هنايا المقادير. هنا عندي كاس حليب، هذا الكاس يرفد 220 مليلتر، كاس الا ربع سكر تاع الحبيبات، هنايا ربع كاس زيت، وهنايا عندي حبه بيض وبياض بيضه، ملعقه مارغرين، وهنايا ملعقه خميره خبز، ملعقه لحظه، وهنايا لافاني، وهنايا برتقال مجفف ومطحون. بسم الله. نبدا على بركه الله. هنايا نبدا بالحليب، كاس تاع الحليب نديرو السكر، نخلطو كل شيء بالفويل، ونزيدو ملعقه تاع الخميره، نخلو شويه، نزيدو ملعقه تاع الحليب بودره، وهنايا هادو بعد نديروهم. وهذا البريوش يجي خفيف، نزيدو قد نص كاس تاع فرينه، نغطيها ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق، من بعد نرجع لكم. وهنايا نزيدو حبه بيض وبياض بيضه، ونزيدو لافاني والبرتقال، اذا عندكم مبشور برتقال ولا مبشور ليمون ديرو. وانا هذا البرتقال جففته من بعد رحيته. نزيدو الزيت، ربع كاس تاع الزيت، نخلطو كل شيء. وهنايا المارغرين حتى في الاخر نديروها، نديرو الفرينه تاعنا، نلمو العجينه بالفرينه. هنا يدخلوا واحد 3 كيسان قريب رطل تاع فرينه، ونشوفوا على حساب الفرينه كاين اللي تشرب وكاين لا. نقعدو نخلطو. وهنايا نديرو كيس تاع خميره، هذا الكيس يوزن 10 غرام، ونخلطو كل شيء مع بعض. وما تنشفوش العجينه، خلوا شويه العجينه طريه، ونديرو المارغرين. نستعمل يدي، نلمو العجينه، نستعملو يدنا، ونخلوها ترتاح هاد العجينه مليح. نزيدو هاد المغرف تاع المارغرين، ندخلوها مليح، ونعجنوها واحد 10 دقائق. هاني العجينه تاعي راهي واجده. ندخلو هذيك مليح، هذيك المارغرين. هاوينا القوام تاع العجينه من درت لها المارغرين تجي طريه، نخلوها ترتاح، من بعد نرجع لكم باه نشكلوها. هاد العجينه دارت لي 2 بريوش تاع الضفيره. دوك نواسيها معكم، نوريها لكم. تقطعوا 3 اشرطه هكا على الطول كيما هكا، ونحلوهم. نديروها ضفيره، شدوها كيما هكا منا، هاي مينا. نديرو الضفيره تاعنا، هاي وين شوفوا الضفيره كي جات.
هاي وينه. وهنا نقلبوها كيما هكا ونحطوها تزيد تخمر. هاي وينه امامكم. نجيبو بلا ونديروها تخمر. من تخلوها تخمر شويه هنايا عندي صفار تاع البيض، درت له شويه حليب ندهنوه. وهنايا عندي الجلجلان نديرو لها الجلجلان بريوش تاع الطفيره بسرعه توجدوه. ندخلوه يطيب، من بعد نرجع لكم باش تشوفوا الوصفه جاهزه. البريوش الطفيره راه امامكم، ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. ولا بغيتو ديروا له لاجولي من الفوق ولا المعجون، انا بغيتها هكا. والسكر انا درت كاسين الا ربع، الا بغيتي ديري كاس، ما نبغيش الحلاوه. وان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وشكرا.